من مراهق مدمن للممنوعات، وبعدها إلى كاتب أغاني، وبعدها إلى النجم اللي إحنا نعرفه. السلام عليكم، معكم داير مقطع جديد ورجعت لكم بقصة جديدة وجانب أسود جديد. بس قبل لا أبدأ في القصة حاب أقول لكم شكرا يا جماعة على اللي قاعدين تسوونه بالفترة الأخيرة. دعمكم يا جماعة بالفترة الأخيرة قاعد يخليني أواصل وأتحمس في المحتوى اللي أقدمه، فشكرا شكرا شكرا مليون شكرا. وقبل لا نبدأ في الجانب الأسود حاب أذكركم إنه في جيف أواي على PCN. الPCN ذولي أحسن من اللي عندي ورا. شروط المسابقة جدا بسيطة، لايك وتشترك في القناة وتكتب كومنت، أي كومنت، وبنفس الوقت حط حساب الانستغرام علشان أقدر أتواصل معك. تاريخ السحب راح يكون 15 سبتمبر، وبالتوفيق للجميع. الحين خلونا مع الجانب الأسود لقصة المغني ذا ويكند. ذا ويكند هي شخصية المفروض اني ما اعرف عنها، لكن اليوم راح ندخل بتفاصيل حياته ما قبل الشهرة والمشاكل اللي واجهها علشان يوصل للمكان اللي هو فيه اليوم. من مراهق مدمن للممنوعات، وبعدها الى كاتب اغاني، وبعدها الى النجم اللي احنا نعرفه. 81 جائزة، ومنها AMAs، بيلبوردز، جراميز، ورقمين قياسيين في موسوعة جينيس. الناس تصنف شخصية ذا ويكند شخصية جدا غريبة، لانه ما يحب المقابلات وما يحب يتكلم عن الاشياء الشخصية. بس انا سويت كل اللي اقدر عليه عشان ادرس حق مقطع اليوم. ايبل ماكونن تسفي، مواليد 16 فبراير سنة 1999 في تورونتو، أونتاريو، كندا. أمه وأبوه ماكونن وسمارة كانوا لاجئين إلى كندا في الثمانينات، وكانوا جايين من اثيوبيا. اللي ما يعرف، ذا ويكند أصله اثيوبي. أبوه راح يجيب حليب يوم من الأيام وما رجع لما كان عمر ذا ويكند سنتين. موضوع ما يضحك يا جماعة، هذا مثل أمريكي. دائما لما الأب والأم يتهاوشون يقولون أبوه راح يجيب حليب. ما علينا. ذا ويكند في مقابلة قال وصرح: ما شفت أبوي إلا لما كان عمري 6 سنوات، شفته مرة ولما كان عمري 11 أو 12 شفته مرة. يعني بحياته كلها ما شافه إلا مرتين. كان يقول إن عنده عائلة ثانية وأطفال وما أعرف وين عايش، كنت أشوفه ليلة ويختفي 1000 ليلة، بس متأكد إنه إنسان كويس وعمري ما حكمت عليه. ما كان عنيف معاي أو مع أمي، وما كان يشرب وما كان سيء. المشكلة الوحيدة إنه ما كان موجود. أمه سمارة القوت كانت تشتغل أكثر من شغلة. صباح تشتغل ممرضة في المستشفى، في الليل تشتغل في مطعم. عشان أمه كانت مشغولة تشتغل عشان توفر حق العائلة، جدته كانت هي اللي تعتني فيه. ايبل كان الولد الوحيد وكان يتمنى انه يكون عنده اخو، وغير كذا كان مثله الاعلى مايكل جاكسون، لان مايكل في يوم من الايام اهدى اغنية للشعب الاثيوبي بعنوان We Are The World. ما علينا، نرجع للقصة. ذا ويكند درس في مدرسة اسمها سامويل إيرن ميدل سكول. أول لغة كان يتكلمها ذا ويكند كانت الفرنسية، وكان يتعرض للتنمر في المدرسة بسبب الفرنسية. لما كان بالمدرسة كان يحب يقضي وقته بسماع أغاني الR&B حقة التسعينات، لكن بعدها دخل الثانوية ودخل في عالم الممنوعات. ولما دخل هذا العالم على طول دخل في الثقيل، وكان عمره بس 16 سنة. وبعدها ب6 أشهر الموضوع زاد عن حده، لدرجة أنه انطرد من المدرسة ونقل إلى مدرسة ثانية كانت بعيدة عن المكان اللي هو عايش فيه. وغير كذا بعدها ب6 أشهر طلع من المدرسة كليا، وكان باقي له بس سنة واحدة علشان يتخرج. وبعدها طلع من بيت أهله بعد ما أقنعوه أصحابه إنه ينقل معهم. وقتها ايبل كان عايش في سيارة فان كانوا حاطين جواتها سرير، لين ما حصلوا لهم كم قرش وأجروا لهم بيت في منطقة بارك ديل. وكانت أغلب فلوس ايبل تروح على الممنوعات والشراب، لدرجة إنه ما يبقى عندهم فلوس علشان ياكلون ويشربون. تخيلوا ما كان عندهم فلوس، فلما سألوه طيب كيف كنت تاكل وتشرب، قال في مقابلة انه هو واصحابه كانوا يسرقون من السوبر ماركت. ما شاء الله، يعني لهذا تدفع عليه بس لهذا تسرقه. بعدها ايبل قام يغني قدام اصحابه لما كانوا يجتمعون. وبعدها كون فريق اسمه بوليز اند نيردز، وكان اسمه وقتها كين. الحمد لله انه غيراه وخلاه ذا ويكند. وشو كين؟ لكن وقتها ما حد كان يعرف مين بوليز اند نيردز، وما حد كان يسمع اغانيهم غير القطو اللي يوقف قدام البيت بالليل مسطول. المهم فشل في الغناء، فقال خليني اتجه الى كتابة الاغاني احسن لي، فراح وفتح له شركة اسمها ذا نويز. ولكن بعدها بفترة بدا مشروع XO ودخل باسم ذا ويكند. لو تلاحظون يا جماعة باسم ذا ويكند ناقصة حرف الاي، ويك اند. الناس كانت تحسب هذه حركة عشان تميزه وما ادري ايش، لكن الموضوع مو بكذا. وقتها يا جماعة في فرقة اوريدي اسمها ذا ويكند، فكان خايف انه يلقم كوبي رايت، فايش سوى؟ راح شال الاي. فكرة جميلة الصراحة. بعدها ايبل قابل بروديوسر باسم جيريمي روز، وقال له ايش رايك نسوي
نبي ألبوم R&B لكن خليه حزين كئيب لأبعد درجة، فسجلوا 3 أغاني في جلسة واحدة، ونزل وقتها أغنية The Morning قام يرسلها حق أصحابه والناس اللي يعرفها علشان يقيمون الأغنية. وبعدها مدير أعمال دريك نزل أغنية The Weeknd بعنوان The Morning في حساب دريك، ومن دريك يا جماعة الناس صارت تسمع The Weeknd. بعدها بكم شهر نزل ألبوم House of Balloons، ولكن في الكفر صورة الأغنية ما كان حط وجهه، ولما سألوه في مقابلة ليش ما حطيت وجهك قال لهم لأن ما عندي صفات مغني الR&B، جسمي ما كان حلو وما كنت جميل وكنت غريب الأطوار وما يعجبني شكلي في الصور. عطاهم زبد. الألبوم صاروا يسمعون الكثير وشركات كثير حاولت تسوي مقابلة مع The Weeknd، ولكن The Weeknd ما كان راضي لين ما جاء يوم من الأيام وقرر إنه يطلع هويته ويبدأ يسوي حفلات. ومين يا ترى أول مغني اشتغل معاه؟ أبيك تخمن تحت في الكومنتات، عندك 5 ثواني بستناك. المغني هو دريك. دريك جاب ذا ويكند الاستوديو علشان يطلع معاه في ألبوم تيك كير، وطلع معاه بأكثر من أغنية في الألبوم. هذا الألبوم يا جماعة تحفة فنية، بالنسبة لي هذا أفضل ألبوم نزله دريك من يوم ما بدأ. تبي فايبز، تبي حزن، تبي رقص، كل شيء موجود. من كثر ما أن الألبوم جميل مو براضي أفتح القرطاس، مخليه بقرطاسته. تدرون يا جماعة ذا ويكند ما كان عنده فلوس لما راح يسجل عند دريك. تخيل أنت ما عندك فلوس وتروح تسجل مع فنان بهذا الحجم. دريك كان يبي يوقع مع ذا ويكند. دريك أعطى نجومية جدا كبيرة لذا ويكند، ولكن ذا ويكند حب إنه يسوي حركة دحوم 3 ساعات، أجيك من هنا لا أجيك من هنا. سويت لأني أنا والله رايح يمين لا رايح يسار. راح سحب على دريك ووقع مع شركة ثانية، وهذا كان سبب الخلاف بينهم، لكن هم الحين كويسين. وبعدها ذا ويكند نزل ألبومين، واحد بعنوان الخميس وواحد اسمه Echoes of Silence. صدى لا ما يحتاج ترجمة. وغير كذا اشتغل مع فنانين كثير، عندك كندريك لامار، لانا ديل ري، أريانا جراندي، واللستة طويلة. وغير كذا قام يسوي حفلات كثير، وبنفس الوقت قام يصاحب موديلز كثير. راح نوصل لنقطة الموديلز بس اعطوني شوي. المهم ذا ويكند قاعد يجمع ويحط في الحصالة ويحط في الحصالة ويحط في الحصالة، الحصالة كبيرة عاد، لين ما صار عنده 92 مليون دولار. سيري how many mac chickens can I buy with 92 million dollars؟ بتقولي خلونا ندخل في قصص الحب. الله كم تحب الحب. أنا أحب الحب وأنت تحب الحب، والحب جميل، صح يوسف؟ في 2015 ذا ويكند قرر إنه يصاحب لأول مرة بعد الشهر. خلاص أنا الحين عندي فلوس، لازم الحين خوي لي وحدة أدلعها، نروح نسافر نرقص. حبيبته الأولى يا جماعة كانت الموديل بيلا حديد. الموضوع ما طول لأنه في 2016 بيلا انفصلت من ذا ويكند، قالت له روح دز أمها، أنت ما تصرف علي وأنت قعيطي. أوكي يا جماعة أنا لازم أوقف الاستهبال في القصص لأن القصص هذه جدية ما في أي شيء يضحك. ولكن انفصاله من بيلا كان شيء جدا عظيم، لأن بيلا يا جماعة السبب وراء كل أغاني ذا ويكند الداعسة. كل المشاكل والحزن في الأغاني طلعت بعد انفصال بيلا حديد. ولكن خلونا ندخل في الثقيل، علاقته مع سيلينا جوميز. علاقته مع سيلينا كانت جدا غريبة. دايلر ليش؟ لأن سيلينا كانت صاحبة بيلا حديد. يعني تخيل أنت تحب واحدة وتتركها ويجي صاحبك يحبها، إيش الصاحب هذا؟ عشان كذا الموضوع جدا غريب. ونفس بيلا يا جماعة الموضوع ما طول، صاحبها سنة وسحب عليها، أو هي سحبت عليه عشان جمهور سيلينا جوميز ما يجون يطقوني. انا ما ادري، يعني بالنهايه انا ما كنت معاهم في البيت، انا يعني ما ادري ايش صار، انا بس درست وذاكرت وراجعت وجيتكم. بس بصراحه هذا الشيء يبين ان ذا ويكند مش كويس في العلاقات، وهذا الشيء 100% باين في اغانيه. انا اتمنى ذا ويكند يحب ثاني مره وينكسر قلبه ثاني مره، لان كل ما ينكسر قلبه ينزل لك البوم، لما ينفصل ينزل اغاني حزينه. يا الله، ذا ويكند كبر وشهرته زادت، وليبل اكس او كبر وصار يوقع المغنيين تحت مسمى اكس او. نفس الرابر الكندي من اصول هنديه ناف، وناف هو الرابر المفضل عندي بالفتره الحاليه. اول ألبوم له يوصل المركز الأول في البيلبوردز كان بيوتي بيهايند ذا مادنس، وكان في الألبوم أقوى أغنيتين نزلت في تاريخ ذا ويكند كانت فيل ماي فيس وذا هيلز. الألبوم هذا وقتها كنت أروح المطاعم وأسمعهم مشغلين الألبوم، كنت أنزل الشارع وأسمع الجيران يسمعون الألبوم. الألبوم هذا كان على الريبيت عند كوكب الأرض كله، وأكيد وراء كل ألبوم رهيب برودوسر أرهب. البرودوسر حق ذاك الألبوم يا جماعة كان كاني ويست. صفقة يا جماعة حق كاني ويست. الكثير يشوف كاني ويست مختل عقليا، أنا أشوف كيم كارداشيان هي اللي خلته مختل عقليا، ولا هو كان طبيعي ما في شيء. المهم بعدها قال حان وقت التغيير، لازم اطلع بهويه جديده وبشكل جديد عشان اكسب جمهور جديد. وفعلا هذا اللي صار في البوم ستار بوي. انت بتهزر يا ابني.
يا زريبة حبيبي. ولكن الكثير ما حب ألبوم ستار بوي لأنه راح بعيد عن نوع الأغاني اللي الناس متعودين عليه. والأغنية الرئيسية في الألبوم عنوانها ستار بوي، يقول فيها Look what you've done I'm a mother effing ستار بوي، يعني شوفوا أنتوا وش سويتوا خليتوني ستار بوي. عاجبكم بعجبك أنا ستار بوي. والكثير ما عجب الموضوع صراحة. لو تقارن ألبوم ذا ويكند ستار بوي على كل الألبومات اللي نزلها حتى اللي بدأ فيها مسيرته، هو فعلا أسوأ ألبوم له. أتمنى أن ما حد يفهمني غلط، هو مو ألبوم سيء، لكن مقارنة بالأشياء اللي نزلها يعتبر سيء، لأن الألبوم كان كوميرشل، كان إعلاني، بمعنى أن أغاني الألبوم هي الأغاني اللي تنحط بالراديو وتقعد تنعاد تنعاد تنعاد. وإذا أنت ما تشوف إنه أسوأ واحد، أبغاك تكتب تحت في الكومنتات إيش أسوأ ألبوم ذا ويكند وإيش أحسن ألبوم. وبس يا جماعة كذا يكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم. أتمنى إني ما كنت ثقيل عليكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات تبون أتكلم عن مين في الحلقة الجاية، ولا تنسون الجيف-أواي يا جماعة. السحب راح يكون 15 سبتمبر، هالمرة مو فايز، فايزين. المهم لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم دايلر، سلام.